دومفريس رجلا لمباراة هولندا وأمريكا في افتتاح 8 نهائي مونديال قطر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. واصل المنتخب الهولندي طريقه نحو ربع نهائي كأس العالم بفوزه على نظيره الأمريكي 3-1 في أولى مواجهات الدور 8 النهائي على استاد خليفة الدولي، ولم يجري المدرب لويس فان جال ولعب كودي جاكبو وممفيس ديباي دور الثنائي الهجومي، وقاد مارتن دي رون خط الوسط إلى جانب صانع الألعاب فرينكي دي يونغ. في المقابل كان المهاجم الرئيسي كريستيان بوليسيتش جاهزا لقيادة أمريكا في المباراة، بعدما حامت الشكوك حول جاهزيته بسبب خروجه صابا من مباراة الفريق الأخيرة ضد إيران. وغاب عن تشكيلة أمريكا المهاجم جوش سارجن، الذي أصيب هو الآخر أمام إيران.